السلام عليكم ورحمة الله. هنشوف في هذا الفيديو ماذا قال الإعلام المصري أحمد شوبير عقب خسارة منتخب الكاميرون أمام منتخب سويسرا في افتتاح كأس العالم، وماذا قال أيضا عن تصريح صامويل إيتو قبل المونديال عندما قال أن نهائي كأس العالم سيكون بين الكاميرون والمغرب. تصريحات قوية جدا 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 من أحمد شوبير ردا على صامويل إيتو. بس أهم حاجة قبل ما نبدأ ما تنساش إنك تشرفنا وتشترك معنا في القناة ولايك علشان الفيديو ده ينتشر لأكبر عدد من الناس، واذكر الله وصلى على النبي. ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. تحدث الإعلامي المصري أحمد شوبير عقب نهاية مباراة الكاميرون وسويسرا في افتتاح كأس العالم بنتيجة 1-0، وللعلم فإن هدف منتخب سويسرا سجله لاعب هو في الأصل كاميروني. ورد أحمد شوبير على تصريحات صامويل إيتو حينما قال: أتعلم أنك قلت قبل بداية كأس العالم أن النهائي سيكون بين الكاميرون والمغرب؟ هل كنت في كامل وعيك عندما أخرجت هذا التصريح؟ بكل صراحة منتخب الجزائر لو كان مكانك في هذه المجموعة لصعد أول أو ثاني هذه المجموعة، ولكان انتصر على سويسرا وصربيا بكل سهولة. أنت قلت سنلعب النهائي أمام الكاميرون. أنت الآن بحاجة إلى معجزة، بحاجة إلى الانتصار على صربيا والبرازيل لكي تصعد إلى الدور القادم. وكيف تقول أيضا أن منتخب الكاميرون أو منتخب المغرب سيصعدوا إلى النهائي؟ بكل صراحة أنا لا أرى منتخب المغرب أو الكاميرون حتى في دور ال16. إن صعدت المغرب إلى دور ال16 فسينتهي بها المطاف في هذا الأمر. أما الأداء الذي قدمه منتخب الكاميرون في تلك المباراة فهو أسوأ أداء في تاريخ المنتخبات الإفريقية في كأس العالم. أتمنى تشاركنا رأيك في الكومنتات فيما قال أحمد شوبير. لايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله.